السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين؟ النهاردة ان شاء الله فيديو جديد هنعمل مع بعض بسكوت الشاي الاقتصادي. اقتصادي جدا جدا. طريقته تحفة جدا وسهل كمان، ومكوناته زي ما هتشوفوا معايا سهلة كده وسريعة. مش هياخد اي وقت، تقدري تقومي تجهزيه على طول جنب كوباية شاي بلبن كده، بجد تحفة. هنا كنت بوريكم قد ايه هو هش جدا، وبجد طعمه تحفة واحسن كمان من اللي بنشتريه من بره. يلا بقى، ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك للي لسه ما اشتركش في القناة. اول حاجة كده انا جبت العجان بتاعي، حطيت كوباية سكر، وهحط كمان كوباية زيت، وهخلي العجان يقلب المكونات شوية مع بعض، اللي هي كوباية السكر مع كوباية الزيت. هخليهم بس يمتزجوا مع بعض شوية. عايزه اقول لكم ان هو مش بياخد وقت زي ما قلنا، وبجد هيطلع معاكي هش جدا واقتصادي وموفر، من غير لا سمنه ولا زبده ولا بيض ولا اي حاجه. انا قلبت كده السكر مع الزيت شويه، هحط بعد كده كوبايه لبن، يعني كوبايه لبن وكوبايه زيت وكوبايه سكر. هحط كمان رشه فانيليا، لو ما عندكيش اللي هي العلبه دي ممكن كيسين فانيليا. هديهم برضو تقليبة كده. هبتدي بقى وهو شغال العجان كده هجهز المكونات الجافة. معايا 4 كوبايات دقيق، وهخلي نص كوباية كده على جنب، لو احتاج لقيته لسه بيلزق هحط النص التاني. ما لقيتوش بيلزق يعني خلاص، يبقى هكتفي بال4 كوبايات. كل واحد بقى على حسب الدقيق اللي عنده. دول ال4 كوبايات اهم، نخلتهم طبعا. حطيت عليهم نص كوباية نشا، وطبعا رشة الملح ما تنسوهاش، وهحط معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وكمان هو كده خلاص المكونات الجافة بتاعتي جاهزة، بس انا حابة اضيف بشر البرتقال. ممكن تضيفي قرفة، تضيفي اي نكهة انتي بتحبيها حطيها. انا هحط معايا عندي بشر برتقال، هحط معلقة مع المكونات كده وهي بتمتزج. هي دي بس المكونات اللي معايا، سهل جدا وزي ما قلت لكم مش مكلف. انا حطيت اللي هي معلقه البشر برتقال، ممكن تزودوا شويه على حسب النكهه اللي انتوا عايزينها، قويه يعني ولا مجرد ريحه كده وطعم خفيف. هبتدي بقى اضيف المكونات الجافه بتاعتي. انا حطيت هنا ال4 كوبايات، ومعايا نص كوبايه على جنب، هشوف بقى لو انا احتجت هضيف، لو ما احتجتش هكتفي بال4 كوبايات. الدقيق بيختلف، ممكن يلم معاكي على طول، ممكن لأ، فعلى حسب الدقيق اللي انت بتستخدميه. اهم حاجة وهو بيلف كده في العجان هتلاقي العجينة كلها لمت خلاص تمام كده. ما لقيتوش، انا بصوا انا هنا بضيف بقى معلقة معلقة، علشان ما احطش نص كوباية كاملة وارجع اقول لأ دي ما كنتش محتاجاها كلها. بس هسيبه بقى كده يرتاح شوية في التلاجة تقريبا ربع ساعة. وهجيب بقى كيسين تلاجة، قطعاهم كده زي ما انتوا شايفين، وهفردهم هفرد يعني جزء من العجينة بين الكيسين. شفتوا سهل ازاي ومكوناته بسيطة جدا، يعني مش مكلفة خالص، من غير بقى زبدة ولا بيض، وهيطلع معاكي مقرمش جدا وناجح 100%. هفرده كده. اي بقى اللي هي الطباعة بتاعت البسكوت، اي شكل عندك حباه تعمليه اعمليه. انا لميت كل الاشكال اللي عندي الاولاد بيحبوها، وابتديت اعمل بيها يعني. دي حتة اتقطعت مني مش مشكلة، هنسيبها على جنب. هنا ديت الفرشة دي انا جايباها مخصوص للبسكوت، شايلاها يعني في المطبخ بعمل بيها البسكوت زي ما انتوا شايفين كده، عشان يبقى شكله زي اللي بنجيبه. مشيت على العجينة كلها كده مرة واحدة، وهبتدي اجيب بقى اي قطعة مدورة، كوباية، اي حاجة عندك مدورة،
وديت بتاعة الكحك اللي هي الطباعة بتاعة الكحك، قطعت بيها كده زي ما انتوا شايفين. دي طريقة سهلة كده وسريعة برضو. طبعا انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. هو مش هياخد وقت طبعا، يعني تقريبا كده 10 دقايق. لو انت الفرن بيشتغل فوق وتحت تمام، لو مش شغال لازم تديه لون من فوق، تشغلي الشواية من فوق. هنا الصينية بتاعتي هديها رشة زيت كده بس، وهمسحها بالفرشة وابتدي احط البسكوت، وهدخل البسكوت على درجة حرارة 180 زي ما قلتلكوا. هيقعد تقريبا من 10 ل15 دقيقة. وبعدين هفتح عليه اشوفه، لو محتاج لسه لون من فوق هفتح الشواية، لو تمام اللون حلو خلاص. هلم طبعا العجين اللي فاضل دوت واسيبه يرتاح شوية، واشتغل في بقية العجينة اللي انا مخليها على جنب. الاطفال طبعا بيحبوا الاشكال والالعاب. انا جبت بقول لكم كل الاشكال اللي عندي زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي، وعملت لهم بيها البسكوت يعني. دي قطعة العجين اللي هي التانية معايا، الطباعة بتاعت البسكوت دي. هبتدي اقطع كده زي ما انتوا شايفين اهي بالشكل ده. برضو صينية مدهونة زيت، وهبتدي ارص فيها. طبعا الحاجات دي حلوة جدا في ليالي الشتاء. الواحد بيبقى عايز حاجة كده على طول على السريع، مع كوباية نسكافيه ولا حاجة. السناك دوت بنحب على طول يبقى موجود في البيت. هنا عملت لهم اللي هو القلب. هبتدي بقى اشكل كده في الاشكال، كل الحاجات اللي موجودة عندي هعمل بيها. بس كده هندخله بقى الفرن زي ما قلت لكم، ونشوفه بعد كده. خد لون جميل. طبعا انا ولعت الشواية شوية عليه، حسيت ان هو لسه محتاج لون فولعت الشواية. او كده اللي استوى. طبعا في كمية تاني ورا برضو. بصوا اللون جميل من فوق ومن تحت، بجد تحفة وريحته جميلة. وكوباية نص كوباية النشا فرقت معاه. هستنى بقى تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك وفي الشير والاشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش في القناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.